السؤال هكذا: أيهما أفضل، نبي معصوم لا يخطئ لا يذنب، أم نبي يذنب ويستغفر ويتوب الله عليه؟ سؤال بسيط. هذا السؤال يوجه للفطرة، هذا السؤال يوجه للناس بأجمعهم، لا يحتاج إلى علماء. شو تشوف أنت؟ منو الأحسن؟ نبي ما يصدر من عنده خطأ معصوم، أم نبي يذنب ويستغفر ويتوب فيتوب الله عليه؟ أيهم أفضل؟ على نفس القاعدة هذه، أيهم أفضل؟ إمام معصوم مطهر لا يذنب، أم إمام فاسق فاجر مجرم إلى آخر الشريط هذا قولتنا احنا. لكن خلينا بموضوع النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء عموما أيهم أفضل؟ نبي معصوم لا يذنب، أم نبي يذنب ويستغفر؟ أنا أتصور أن كل إنسان يسمع هذا الكلام سيكون جوابه هكذا، كل إنسان إذا أجاب من منطلق الفطرة، لأن مرة أكو أجوبة مؤدلجة يؤثر عليها الانتماء، ومرة أكو أجوبة تأتي من الفطرة. أنا شخصيا رأيت هذا المعنى كثيرا في بعض المحاورات مع الإخوة الكرام. أكو بعض الناس بسطاء ليسوا علماء، بسطاء يدخلون في أروقة الحوار، يدخلون إلى منتديات الحوار، ويصادف أنه موجود وإحنا موجودين وكذا، فأنا أسأله أو أثير مسألة معينة، نتكلم معه فرض من الفريق الآخر، نقول له مثلا: هل تتصور أن النبي ممكن أن يسحر؟ معقولة النبي ممكن أن يسحر؟ فهذا يجاوبنا من فطرته، يجاوبنا من فطرته. قال: من يقول هذا؟ فأنا أسترسل وياه، قلت له: اللي يقول هذا شخص اسمه فلان، أنا ما أقول له الإمام فلان أو الشيخ فلان، أعطيه الاسم الحقيقي، أعطيه الاسم الحقيقي، ولكن ما أبين له أن هذا هو صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا المنهج أو صاحب، ما أبين له. قلت له: واحد اسمه كذا. قال: هذا الشخص مجرم، هذا الشخص كذا، ويبدأ بكيل أشد العبارات على هذا الشخص. ليش؟ قال لي: أنا كيف يقول أن النبي يسحر؟ من أين جاء؟ قلت له: هذه عقيدته. قال: هذه عقيدة فاسدة، هذه، إلى أن يأخذ وقت طويل. أي بعدين إذا عرف أن فلان هو فلان صاحب الكتاب الفلاني، إذا عرف أن فلان افرض من الأرقام الصعبة، يتغير 180 درجة. يعني مثلا لما تأتي، تعال أنت جرب ويا الناس كلهم، كل الناس، قل له: شو تقول أنت؟ شنو عقيدتك بعلي بن أبي طالب؟ سنة وشيعة، السنة يحبون علي بن أبي طالب، والشيعة يحبون علي، كلهم يحبونه. اسألهم، قل له: شنو رأيك أنت بشخصية علي بن أبي طالب؟ يقول لك: علي، علي هذا علي، تعرف شنو علي؟ هذا الكرار، هذا الكذا، هذا حبيب رسول الله، ما شاء الله، الكل يقولون هكذا. يقول له: طيب شنو رأيك باللي يسب علي بن أبي طالب؟ كلهم سينتفضون بشرط أن لا يكون من القارئين، بشرط أن لا يكون من المؤدلجين عفوا. تعال على الفطرة مالته، قل له: شنو رأيك باللي يسب علي بن أبي طالب؟ يقول لك: هذا منو هذا اللي يسب علي؟ هذا اللي يسب علي بن أبي طالب يسب رسول الله. بالفطرة يتكلم الشكل. بعدين قل له: شنو رأيك أن الصحابي المغيرة بن شعبة كان يقف على منبر الكوفة ويسب علي بن أبي طالب؟ هنا
يا أخي شنو رأيك، شنو أخبار الدولار هالأيام، شنو أخبار السوق، شنو أخباره؟ خلاص شوف إنه غير موضوع. يابا مو توك أنت تتكلم قبل قليل، أنت تتكلم ومنفعل وكذا، شنو اللي صار؟ تلك أمة قد خلت لها ما. عجيب، هي هالشكل، هي هذا الشكل. جيب له اسم من الصحابة ما يعرفه، ما يعرفه. مثل ما كان واحد من الخطباء المصريين معروف، أنا ما أريد أجيب أسماء، هذا كان لما يتعرض إلى مقتل الخليفة الثالث كان يذكر اسم، يقول عمرو بن الحمق الخزاعي الكاذب الأشر الكذا المجرم الخبيث، ينزل عليه بالشتايم. هو خطيب وداعية وما شاء الله شخص معروف جدا، كان ينزل عليه بالشتايم، تسجيلات موجودة. بعدين جماعته قالوا له أنت على مهلك، هذا عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي. فطلع ايش قال؟ قال أنا أعتذر. قال أعتذر، ما كنت أدري أنه صحابي. شو اللي صار؟ هو هذا الرجل اللي أنت كنت تتكلم عنه هو اللي فعل هذا الفعل على كلامك أنت. ما لنا علاقة احنا بهذه التفاصيل، لكن أريد أبين لك أن العقلية إذا دخلت في الأدلجة ودخلت في شو أقول عنه التبعية ودخلت في الاستحمار الفكري بعد ما تتحرك بصورة سليمة. لذلك أنت خاطب الفطرة، اسأل الفطرة، اللي عنده فطرة ويجاوب على الفطرة جوابه راح يكون جواب صحيح وجواب دقيق. عموما فالآن لو نسأل الناس على فطرتهم أيهم أفضل، نبي معصوم لا يذنب أم نبي يذنب ويستغفر؟ أنا بتقديري أن أغلب الناس على فطرتهم راح يقولون لا، نبي معصوم ما يخطئ ما يذنب. لكنك تجد في قبال هذا الكلام تجد شخصيات يعبر عنها بعبارات فخمة جدا، ما أريد أذكر أسماء، ويأتي الناس من خلفه ويصفقون له. يعني هذا مو فكر شخص، هذا فكر منهج. أقرأ لكم كلام هذا الشيخ، وهو ليس من صغار الشيوخ بل هو شيخ الشيوخ عند بعض الناس. يقول في كتابه في الجزء الثاني صفحة 429، شو اسم كتابه؟ اسم كتابه منهاج السنة. لا ما عرفنا شيخنا. وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ، لاحظ شلون تنقلب المفاهيم. المفروض المسلمين يصفقون للرافضة، يقولون لهم أحسنتم على هذه العقيدة، أحسنتم على هذا الفهم، أنتم تنزهون نبينا حبيبنا إمامنا من كل شائبة، أنتم تعطون النبي صلى الله عليه وآله ما يستحقه من التبجيل والتقدير بل دون ما يستحقه. المفروض الإنسان يجي يقول للشيعة يقول لهم أحسنتم، لكن الإنسان للأسف الشديد تبع منه؟ تبع المنظومة الفكرية المعرفية التي الآن في ذهنه في قلبه ما له علاقة، لكن هو تبع لهذا مؤدلج فيرى الحق باطلا والباطل حقا. لاحظ ماذا يقول؟ يقول وأما ما تقوله الرافضة. شو تقول الرافضة؟ من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ، يعني ما تقوله الرافضة من العصمة المطلقة، ولا ذنب صغير كذلك، ولا ذنب صغير، وكذلك الأئمة عندهم. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها. هذا قول تقوله الشيعة فقط. والله إذا انفردنا بهذا فهذا شيء يشرفنا حقيقة، يا ريت. احنا ما يضرنا إذا انفردنا بالحق، ممتاز، ولا نستوحش في طريق الهدى لقلة سالكيه، ولا نحتاج واحد يصفق لنا حتى نلتزم بالحق. نحن نلتزم بالحق
ولو كنا لوحدنا لا تزيدنا كثرة الناس عزة ولا فرقتهم عنا وحشة، نحن نستأنس بالحق. فأنت تقول فهذا ممن انفردوا به، نعم نتشرف بهذا ونشكر الله على هذا، هذا فضل من الله أن ننفرد عن سائر العالمين بأننا نبجل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالدليل وبالبرهان بأننا نتعامل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي أرادها الله تبارك وتعالى. العتب مو علينا احنا، العتب على الذين أساءوا للأنبياء، على الذين لم يفهموا القرآن وفسروا القرآن بطريقة خاطئة سيئة، كأنما القرآن أنزل لانتقاص الأنبياء، للانتقاص منهم، كأنما الله أنزل القرآن حتى يتكلم عن أنبيائه بهذه الطريقة. هذه مشكلتكم، أنتم ما فاهمين القرآن. طيب يقول هذا انفردوا فيه وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. شوف القول بالعصمة المطلقة، انتبهوا شوفوا اللطيف، شوفوا لما تنقلب المفاهيم. قولك أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم بالعصمة المطلقة مخالف للكتاب وللسنة ولإجماع السلف. شفت شلون تنقلب المفاهيم؟